هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ نرجع فيديو جديد، روتين بسيط. طبعا بنات، نمت الساعة 12، صليت ونمت. هسه قعدت واحتاريت بالفطور، بس فكرت انه عندي باكة منظفتها من الليل ومقطعتها وطلعتها من المجمدة وهنا بديت اغسلها. بعد ما غسلتها وكملت هنا حطيت بصل، بديت اقطع وحضرت هماتين الثوم مثل ما تشوفون، يعني ثوم وبصل فقط. وهنا بعد ما حطيت لها مي بجدرية كبيرة وحطيتها على البريمز. طبعا الطباخ ما شالته، ضفت لها البصل والثوم اللي مقطعتهم، وشعلت النار عليها وتركتها. بعدها رحت ارتب شوية غرفتي، همين لقيتها هوسة، ورتبت الميز شوية، ميز تواليت ومسحته. الشرباية هماتين هوسة صايرة. طبعا هم عدلت النزلة، وهاي فرشتها على مود العيد، النزلة طبعا جديدة، وهذا شكلها. طبعا بعد ما نظفت غرفتي وعندي فراش هماتين طلعته هماتين من البارحة، فقلت اغسله وياكم. هنا شوية صورت لكم مقتطفات منه، وبديت يعني اكمل بيه. غسلت هواي فراش، شوفوا يعني هاي جوا 3D كبيرة همين غسلتها. وطبعا ويا الباكر لازم بنات خبز، عجنت هنا وصورت لكم منه شوية وراح اكمل. طبعا هاي لازم نشارك بنتي وياي بالعجين. خلصت العجين قلت خل اغسل الصالة، ما طول ما عندي شي وبعد وقت على الفطور. غسلتها مثل ما قلت لكم، يعني روتين بسيط. هنا غسلت الصالة وخلصت. هنا مسواق جابولي، طبعا بديت اوزع مسواق على السلال واحطها بالثلاجة. هماتين مسحتها بس ما صورت لكم اياها. وبعد ما خلصت بنات المسواق لقيت عجيني مختمر، لان الفرة خذيت هواي، افتريت بالبيت وقضيت شغل، فبديت اقص العجين هنا. صورت لكم شوية منه وراح اخبز. انا اول خبزة طقيتها وياكم، ما حبيت اطول الفيديو عليكم. خلصت من الخبز. شوية هنا تمر، حبيت اسوي تمر بالسمسم والراشي. وهنا كمل فطورنا بنات. طبعا بعدني ما حاطته على السفرة بالمطبخ على الكاشو، صورته لكم. هنا مسوية زلاطة اني، وهنا هاي الباكر، وسهلنا وسهلكم. الف عافية، انتظرون الفيديو الجاي.